السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم وعايزين نشوف تعليقاتكم الجميلة وفي مواضيعنا اللي احنا بنتكلم فيها. النهاردة هنتكلم عن الأب. مين هو الأب؟ وإيه حقه عليك؟ على فكرة إيه حقه عليك؟ لأن أنت خدت حقك منه. طالما أنت بتشوف الفيديو يبقى أنت كبير بما فيه الكفاية إنك أنت تفتح يوتيوب وتتفرج على الفيديو، يبقى أنت خدت حقك، أو على الأقل خالص بتاخد حقك. مين هو الأب؟ هنتكلم دلوقتي على الموضوع باستفاضة، بس معلش ركزوا معايا واستحملوني. الأب هو الجندي المجهول. الأب هو اللي في ظهرك على طول. الأب اللي شايل همك وهم اللي جابك وهم كل حاجة. الأب اللي بيطلع أيمانه في الشغل ويطلع عينه في الشغل علشان خاطر انت ما تحتاجش حاجة لحد. الأب هو اللي بيستحمل كل حاجة بتقابله في الطريق الصبح وهو رايح وهو راجع. هو اللي بيستحمل الكلام لما يأثر في الشغل لما يكون تعبان. هو اللي بيستحمل دوشة المواصلات ودوشة الدنيا ودوشة كل حاجة. الكلام ده كله انت مش هتعرفه إلا لما تبقى أب. الأب هو الحوار كله. الأب هو اللي شايل الليلة كلها. الأب مش فاضي، صح؟ مش فاضي يقعد معاك. اليوم اللي هو بيأجزه بينامه، خلي بالك بيناموا علشان تعبان طول الأسبوع. تعبان ما بيريحش. الأب بتقول له أنا رايح يقول لك روح وخلي بالك من نفسك، أنا ما عنديش مشاكل. الأب هو اللي بيديك الفلوس اللي بتصرفها وبتعمل بيها كل اللي أنت عايزه. الأب اللي بيديك كاوتشاتك ولبسك ودنيتك، كل ده الأب. ما انت بتقنعنيش ان انت هتجيب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه مصاريف لبس وكاوتش وكاني وماني، الكلام ده كله وانت لسه عندك 16 سنة او 15 سنة او بتتعلم. الاب هو اللي بيدفع لك فلوس الدروس، فلوس المدرسة، مصاريف الكتب. الاب هو اللي بيأكلك وبيشربك. الاب هو اللي بيعمل كل حاجة. الأم على دماغنا من فوق في كل حاجة، بس احنا بنتكلم النهاردة في الفيديو ده على دور الأب. الأب شايل الليلة كلها. الأب لو قعد من الشغل الدنيا بتتقلب. الأب لو حصلت ظروف مادية ملزم هو اللي بيسمع الكلام التقيل والخفيف. هو اللي شايل الهم اللي ما بيناموش بالليل. الأب هو كل حاجة في حياتك. هنتكلم النهاردة عن حقه عليك. حقه عليك انك تحترمه، تكبره، تاخده قدوة، تسمع كلامه. الأب هو اللي عايزك تبقى أحسن منه، فأنت فعلا لازم تكون أحسن منه. الأب هو اللي بيعمل كل حاجة في الدنيا ليك أنت لوحدك، فلازم أنت كمان تخليه أحسن أب في الدنيا. تخليه الإنسان الوحيد اللي فخور بيك. تخليه يبقى ماشي كده ابن نجح، ابن شغال. أنا عندي ابن بكالوريوس، أنا عندي ابن الليسانس، أنا عندي ابن متعلم، أنا عندي ابن منصب كويس. خليه فخور بيك. خليه ما يشيلش همك، ما يجريش وراك في مشاكل، ما يجريش وراك عمال على بطال. مش كل يوم واحد يجي يقول له ابنك عمل وابنك سوى وابنك قال وابنك جه وابنك راح. ما تخليش اي حد في الدنيا يقل منه. ما تخليش واحد ملوش لازمة يقف قصاده ويقول له انا هعمل واسوي بسبب ابنك. الابن يا جماعة لازم يكبر أبوه. الابن يا جماعة لازم يخلي أبوه راسه في السماء. الابن لازم يبقى هو الأساس، هو الأساس لأبوه، هو الحوار كله بتاع الحياة. الابن لازم يرفع بيته. يرفع بيته ازاي؟ انه يشوف ابوه يعمل زيه. يا جماعة الاب ليه اكتر اهتمام في الدنيا. الاب، الأم، بس طبعا واخواتك وكله، بس احنا النهارده بنتكلم على الأب. فالأب ليه منزلة أكبر مما تتخيل. الأب من غيره الدنيا دي ما تمشيش. الأب من غيره أنت حياتك تقف. مش هينفع تتكلم غير إنك تقول أبويا. أبويا لازم تبقى عارف
إن أبوك ده هو الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا اللي بتخليك أنت ليك لازمة، وعايزك تكون ليك لازمة، وعايز يبقى الدنيا كلها تمام تحت رجليك. بيتعب وبيشقى وبيعمل علشان أنت تكبر، تكبر وتكون حاجة كويسة، تكبر وتكون حاجة مفيدة، تكبر ويتشرف بيك. مش عايزك تبقى مرمي في الشوارع، مش عايزك تبقى عامل مشاكل، مش عايزك تبقى أي حاجة من الكلام ده كله. الأب عايز يفتخر بيك ويقول أنا عندي ابني. الأب ما بيفرقش بين عياله، الأب بيصرف على كله، الأب بيجيب له كله، الأب ما بيحرمش حد خالص. يا جماعة، عشان خاطر ربنا كل واحد عنده أب يقف جنبه، وقف جنبه حتى لو أنت صغير، وقف جنبه في أي حاجة، ساعده، اسأله مالك عامل إيه، اطمن على صحته، شوفه، اسنده، شيله. يا جماعة، عايز أوصيكم على الأب. بكرة هتكبر وتبقى أب وهتعرف الكلام ده كويس. بكرة لما يكون عندك أولاد وتبقى عايز تشوف شكلهم عاملين إزاي معاك أو في الدنيا، يا ابني لازم تبقى عامل حسابك إن أنت الأساس اللي أبوك بيعمله دلوقتي. فلازم يكون أساس طيب، لازم يكون أساس محترم، لازم يكون أساس كله خير. محدش هيخاف عليك أكتر من أبوك، محدش هيقف جنبك غير أبوك. بعد أبوك ما يموت رجلك بتتكسر، حرفيا رجلك بتتكسر بعد موت أبوك. حرفيا أنت واقع على الأرض، ولا في سند، ولا في خليل، ولا في حبيب، ولا في حد يقف معاك غير ربنا سبحانه وتعالى. ولازم تعرف الكلام ده. آخر كلامي عشان ما اطولش عليكم، أنا عايز أوصيكم كل واحد عنده أبوه يتصل بيه يطمن عليه. يعني ولو كنت أول مرة تشوف الفيديو بتاعي، بعد إذنك مشاركة جميلة، تعليق طيب، لايك جميل كده يحسسنا بوجودنا. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.